بسم الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير والله. ان شاء الله نعمل الغدا الحلو ده، حاجه خفيفه كده وجميله. ان شاء الله نعمل ملوخيه بالارانب. انا مربيه ارانب عندي، وقلت النهارده اعمل لهم غدا خفيف كده وحاجه سريعه، والطعم ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعملهم ازاي. انا خدت ارنبتين كده، ذبحتهم ونضفتهم وظبطتهم كده، وهنقعهم بقى بشويه ملح وليمون، وهسيبهم بقى شويه كده لحد ايه ما ينزلوا كل الخلاصه اللي فيهم كده. اي حاجه بقى شوائب كده بشيلها، ابص كده عليهم. بس انا كده اللهم بارك كنت منضفاهم تمام التمام يعني. وهنقعهم بقى في الحاجه دي. هنا خلاص شطفتهم تاني، وهنزل وحطيت ميه مغليه على النار، وهنزل بقى بيهم. بعد ما خلصت كده، انا محضره بقى بصلايه كبيره مقطعاها كده قطع كبيره، وجزرايه برضو، وحبيتين طماطم، وحطيت ورق لورا، وحطيت حبهان مطحون، وحطيت معلقة فلفل اسمر ومعلقة كمون، وهسيبهم بقى على النار كده مع نفسهم. يعني حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، تربية ايديا وحاجة بيتي يعني. خلصت كده، استووا خلاص. انا هنا كنت جبت الملوخية وغسلتها وقطفتها وتمام برضو وخرطتها اهي. هنزل بقى اخد الشوربة منها، هصفي كده شوية من الشوربة. انا كنت ظبطت وحطيت الملح ليها وخلاص، الارانب كانت دخلت في السوا خلاص، حطيت لها الملح. اخد بقى الشوربه واعمل منها الملوخيه. تقلبي بقى الملوخيه كده تمام لحد ايه ما تدوب في الشوربه كده وتختلط في الشوربه تمام، ما يبقاش فيها تكتلات. وهسيبها. هروح بقى ادق شويه توم، كام فص كده. هنا بقى لو بشوف انا الطعم بتاعها محتاجه ملح ولا لا. عايزه تحط لها مرقه دجاج براحتك، بس انا الحمد لله الشوربه كانت تمام، مش محتاجه اي حاجه، فما حطيت لهاش مرقه دجاج. خلاص كده تمام. انا كده خلاص هبدأ بقى ايه ادق لها الثوم، حوالي 6 فصوص كده من الثوم في الهون كده، ولا كبة ولا بتاع. وهنزل بيهم على معلقة سمنة كبيرة، اي سمنة بقى موجودة عندك براحتك. شوح كده البصل فيه الثوم لا مؤاخذة كده. وبعد ما ياخد اللون الاصفر هنزل عليه ايه بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. اقلب فيه كده، اول ما ياخد يدوبك هياخد اللون كده الاصفر، تروحي نازله عليه بمعلقه الكزبره، تقلبي فيه. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه. خلاص كده تمام. هنزل بقى بمعلقه الكزبره، هقلبهم بس مع بعضيهم كده شويه، يا دوبك ياخد اللون الذهبي بقى كده، فاروح نازله بيهم على الملوخيه. أكلة سريعة وبسيطة يعني الحمد لله. بس هي عشان أنا مربيهم في البيت. الأرانب غالية أيوة بره، بس يا ريت لو تعرفي تربي في البلكونة حتى تربي. تربيتهم سهلة ونضيفة يعني مش وحش. أنا هنا خلاص حطيت التومية عليهم على الملوخية. ما تغطيش بقى الحلة، أهم حاجة طول ما الملوخية سخنة ما تغطيهاش، يا دوبك أنا مواربة بس الغطا كده عشان لا تسقط منك ولا تسود. انا هنا خلاص طلعت الارانب وحمرتها، وعملت شويه رز بشعريه، واغرف الملوخيه. وكنت عامله كمان بتنجان مخلل جنبيها، وما شاء الله احلى غدا. اتفضلوا معانا. وطعمها بقى مش قادره اقول لكم. يا ريت لو عجبتكم الوصفه والاكل ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. اهي